اهلا بيكم في قناة جوهر. النهاردة ان شاء الله هنحول حاجة موجودة عندنا في كل بيت تقريبا، وهي قصرية الزرع اللي شكلها مش لطيف دي. هنحولها لقصرية زرع شكلها شيك وجميل زي ما انتم شايفين في الصورة كده. يلا بينا. اللي لسه مشتركش يا ريت يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان توصله الفيديوهات الجديدة، واللي ما يعرفش يشترك ازاي هيلاقي علامة اشتراك او سبسكرايب تحت الفيديو. اول حاجة انا كنت اشتريت القصرية دي من فترة كده، بس شكلها طبعا مش عاجبني زي ما انتم شايفين كده. شكلها عادي جدا والبلاستيك بتاعها مش لطيف يعني. فشلت الزرع اللي فيها وسبت طبعا الفلين اللي في القصرية نفسها دي عشان ده هحط فيه الزرع تاني. جبت عجينة السيراميك، دي كانت عجينة موجودة عندي أصلا. ما كنتش أنا مش اللي أنا عاملها يعني. الأول بنفردها بإيدينا كده علشان خاطر تفك معانا، وبعد كده لو ما عندناش النشابة اللي بتفرد دي بنستخدم الشمع بتاع مسدس الشمع ده، بيبقى تمام جدا لأن حجمه مناسب لفرد العجينة دي. لما نيجي نفردها بنحاول نخلي سمكها تخين شوية، لسببين. أول سبب هتشوفوه كمان شوية، والسبب التاني هيبان في نص الفيديو إن شاء الله. بعد كده بنيجي بالغيرة ونوزعه كده على القصرية من بره عشان نعرف نلزق عجينة السيراميك دي كويس عليها. بعد كده بنقطعها لحجم مناسب، ونبتدي بقى ايه نفردها على القصرية دي من بره، وطبعا الغيرها هيساعد ان هي تلزق بسهولة. وده السبب بقى ان انا خليتها سميكة السمك ده، لان احنا هنفردها، هنفضل نضغط عليها ونفردها، فاحنا محتاجينها تبقى اسمك شوية من العادي علشان خاطر ما تفصلش معانا يعني. زي ما انتم شايفين كده الزيادات بقى دي بنلزقها في بعضها كده، تلزق بطريقة سهلة. ولو حسيتوا ان في منطقة ناشفة او في حتة ما فيهاش غيرة او مش راضية تلزق كويس، نزود الغيرة عادي ونداري بقى كل الحتت اللي باينة من القصرية دي. وطبعا عشان خاطر لما نيجي نلزق حتت عجينة السيراميك دي في بعض بيبقى في حتت باينة كده او زوايا باينة ان هي ملزوق فيها، فبنيجي برضو بالعصاية بتاعت او مسدس الشمع بتاع مسدس الشمع ده، بنقوم فاردين كده عشان ما تبينش الحتت دي. انا غمقت الاضاءة شوية في الجزء ده علشان تشوفوا معايا. هنعمل بقى اشكال طوب كده على العجينة السيراميك، وده السبب التاني اللي انا كنت برضو عايز العجينة تبقى اتخن شوية من العادي علشان احنا هنحفر فيها. بنيجي انا عندي الخشبة دي موجودة عندي، ممكن تعملوها بأي حاجة، ممكن تعملوها بقلم، اي حاجة حد عندكم، بس ما تبقاش حد قوي عشان ما تقطعش العجينة يعني، تبقى برضو ايه تحسوا ان انتوا ما تغرزوش فيها جامد قوي. واحنا برضو زي ما قلت لكم كده عاملين حسابنا ومخلين سمك العجينة اكتر شوية من العادي علشان خاطر نعرف نعمل فيها كده. بنعمل شكل كروكي كده مبدئي الاول، على شكل طوب غير متناسق كده الشكل. بعد كده بنيجي بعد ما نخلص القصرية كلها زي ما شايفين بنعيد عليها بقى عشان ايه نظبط الشكل يبقى شكله متناسق واحسن شوية. زي ما انتم شايفين كده في الفراغات بقى اللي في النص دي ابتدت تبان، والطوب نفسه بقى شكله بارز كده زي ما انتم شايفين. بعد كده رشيته بسبراي فضي، ممكن تعملوه بأي لون انتوا عايزينه، ممكن تلونوه بلون رصاصي او جراي عادي مفيهوش مشاكل، بس انا حسيت ان الفضي ده لونه لطيف. وكمان التفاصيل بتاعت الطوب ده اللي احنا عاملينه ده ابتدت تبان. بعد كده بنجيب بقى الالوان عشان نلون الطوب نفسه. انا خلطت الاصفر والبني والاحمر عشان يديني لون قريب من لون الطوب الطبيعي. عايزين تعملوه اسود، عايزين تعملوه اصفر، عايزين تعملوه رصاصي، طبعا كل ده يرجع لذوقكم. وبعد كده بنجيب بقى فرشة صغيرة رفيعة شوية عشان نعرف نلون بطريقة صح من غير ما ندخل في الحتت الفراغات الفاضية اللي في النص دي، ونبتدي نلون المربعات دي او الطوب ده. طبعا احنا بعد ما بتنشف الطبقة الاولانية بنعيد عليها بطبقة تانية، ونراعي ان اللون ممكن يغمق شوية عن اللون اللي انتوا او اللي احنا عملناه في الاول. بنسيبها تنشف مثلا من ساعة لساعتين، وبعد ما تنشف خالص
بنجيب بقى السبراي المثبت اللي احنا بنستخدمه على طول ونرشها زي ما انتم شايفين كده. تخلي الالوان تثبت وبتدي طبقة لمعة برضو شكلها لطيف. بعد كده انا ما حبيتش ان انا استخدم نفس الورد اللي كان موجود مع القصرية ده، لقيت ان اللون ده انسب والطول بتاعها بس كان طويل شوية، فانا قصيتها ل3 قطع بحيث برضو يبقى عندي كمية كبيرة وفي نفس الوقت يبقى طولها مناسب ما تبقاش طويلة قوي. نبتدي بقى نغرزها في الفلين اللي في القصرية ده لغاية ما تغطيها كلها بالكامل. طبعا بقى الفراغات الفضي والفراغات بتاعت الفلين اللي اترشت فضي دي عشان شكلها ما يبانش هنعملها بزلط. دي كانت مجموعة زلط كده بتتباع عادي. هوريكم فيديوهات تانية في ألوان تانية منها، في أخضر، في بامبي، في أزرق، في ألوان كتير قوي. بس احنا النهاردة لقينا ان اللون ده هو أكتر لون مناسب يعني، فهنستخدم اللون ده ونملى بيها الفراغات زي ما انتم شايفين. حابين تلزقوها بقى مسدس شمع ده يرجع لكم، حابين تسيبوها كده برضو ده يرجع لذوقكم الشخصي. بس وبكده حولنا القصرية من الشكل البلاستيك العادي اللي مفهوش اي حاجة للشكل اللي انتوا شايفينه ده بطريقة سهلة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استنوني في الفيديو الجاي. شكرا لكم.